صبح، تعمل ايه، اخبارك، احوالك. وقبل اي حاجه وقبل ما اوريك الفولدر ده فيه كل المراحل اللي انا مريت فيها في السنه ديت، فيها كل حاجه: اكشن، اثاره، حزن، سعاده، علويه، تلوث بصري، تلوث سمعي، في كل حاجه في الفولدر دوت. بس قبل ما نخش على ايه، حابب اقول لك حاجه بسيطه. هي الفكره وما فيها ان انت السنه اللي انت داخل عليها ديت هي عباره عن طريق، هنعتبر ده طريق مش اكتر. هو انت الفكره وما فيها وخلاصه عن كل الحشو والتلوث اللي انت كنت بتسمع على فيديوهات اليوتيوب ده كلها، هي عباره ان انت تهتم بحاجه واحده بس: الاستمراريه. انك يا دوبك تفضل مستمر حتى لو هتعمل حاجه بسيطه كل يوم بس مش اكتر. ايا كان بقى كده في ايامك هتلاقي تمام يوم، تمام يوم تاني، تمام بتعمل حاجه كل يوم. اهم حاجه في استمراريه. وقعت يوم خلاص ما تندمش ان انت وقعت يوم ونسيت كل اللي فات ده كله، انت كده خربت الدنيا. فهي الفكره وما فيها ان هي ماراثون، هي عباره عن طريق طويل لازم تستمر حتى لو هتعمل حاجه بسيطه كل يوم. بس اهم حاجه ما تعديش يوم الا واذا انت كنت بتعمل اي حاجه بسيطه ايا كان بقى اللي انت تعملها في السنه ديت بس. وبالتالي انت كده هتندرج تحت مسمى تاني، الا وهو انت بقى على حسب بعد كده هتنضم ان انت ظروفك الماديه هتعمل ايه. في طبقه غنيه، في طبقه متوسطه، وفي طبقه يعني تحت الصفر، ايا كان بقى الطبقه بتاعتك ديت. فانت طريقك اللي انت هتسلكه على حسب انت تبع انهي فئه من دول. تذاكر عن طريق الدروس الخصوصيه، تجيب كتب، مذكرات، مراجع، الكلام الحمضان ده كله مفيش مشكله. حابب تلجا في شيء اقتصادي اكتر وارخص شويه، ان انت تلجا للمنصات، للدروس الاونلاين، للمذكرات الاونلاين، للبي دي اف الاونلاين، للامتحانات الفوجئيه الاونلاين، مفيش مشكله براحتك. مادياتك مش سامحه، يا دوبك اخرك بس تعمل باقه نت، او ان انت واخد شويه كتب من جماعه قرايبك، من صحابك، من اخواتك، مفيش مشكله. يبقى انت كده هتنضم للطبقه ديت، ان انت تلجا لفيديوهات اليوتيوب زي ما انا ما عملت. تلاقي في مدرسين لسه بادئين وبسم الله ما شاء الله بيشرحوا زي الفل، في برضه مدرسين مشهورين عندهم فيديوهات القديمه بتاعتهم بتشرح، مفيش مشكله. دي على حسب انت وذوقياتك. بس اهم حاجه ما تبصش لارقام المشاهدات، ما تبصش لارقام المشتركين، ما تبصش لارقام اللايكات، ما تبصش للتعليقات. المهم ان انت تخش على المدرس دوت يقول لك الكلمتين، تفهم هو قال ايه وتفهم الحاجه اللي انت كنت داخل عشانها، هل انت حققت الهدف بتاعها ولا لا. فانت هتلاقي السنه ديت 12 شهر مليئين بالاكشن والاثاره. هتلاقي صدمات، خوازيق، بتذاكر ما بتعرفش تحل، مشاكل عائليه او حتى مشاكل اسريه او حتى مشاكل نفسيه، هتكتئب، هتفقد الشغف، بنزينك هيخلص، مالكش نفس تمسك الكتاب، مقروف ان انت عمال تمسك في الكتاب بس انت برضه مقروف مالكش مزاج، او ما بتشوف الكتاب دوت بتتقرف منه، يعني بتقول بتعمل اللي هو المنظر خزعبلي، بتبقى قدام كتاب قدامك ونفسك تذاكر بس انت مش قادر، وده شيء طبيعي. هتحل المشكله دي ازاي؟ الموضوع ما فيه ان انت، هي الفكره وما فيها ان انت يوم عن يوم تفضل كده، تحاول على قد ما تقدر تفضل كده عادي. حصلت لك حاجات ان انت كنت ماشي كده، هتنزل شويه، هتطلع، هتنزل، هتطلع، هتنزل، بس اوعى تنزل ما تطلعش تاني، انت كده خربت الدنيا. فهي بقت فكرة الفيديو عامة بما انك وصلت لحد هنا، هي عبارة عن استمرارية. ما تحرقش بنزين كتير في الاول. طب ماشي، حرقت بنزين في اول 3 شهور، طب والباقي تعمل ايه؟ هتفقد الشغف، مفيش طموحات، كل اللي انت كنت مخطط ان انت تبقى دكتور وتساعد الفقراء والكلام الحمضان ده كله فيستك. بس هي دي الفكره، سنه 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 سنه، بحيث ان انت تحب المنهج، يبقى شيء بسيط بالنسبه لك، يبقى روتين يومي بالنسبه لك. ايا كان بقى الكلام اللي انت بتسمعه بقى بتاع المدرسين اللي هم اخر 3 شهور، ده انا ان هو يندرج تحت مصطلح اللي هو ان اخر 3 شهور دول اللي هم البهارات بتاعه الطبخ. بس هم دول اللي انت تشد فيهم جامد، وتشد فيهم جامد نتيجة للمجهود اللي انت بذلته، اللي هو الناتج اليومي اللي انت كنت بتعمله كل يوم في الفترة اللي فاتت دي كلها. بس يلا، لايكاتك، اشتراكاتك، حركاتك، بالتوفيق.